حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هاخدكم معايا في فيديو جديد، وطالما في شنطة سفر يبقى مش روتين. هنحضر مع بعض شنطة السفر، مسافرة مصيف. توقعوا كده معايا المكان اللي انا رايحاه فين. وبرضه هسهل عليكم، هو مش شرم ولا الغردقة ولا مرسى مطروح ولا اسكندرية. هو مكان جديد ومختلف شوية ومش ناس كتير قوي بتروحه، يعني مكان مش معروف قوي. المهم قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك من ايديكم الحلوة، وكمان لو انتم مش مشتركين عندي في القناة تدوسوا على زر اشتراك اللي هتلاقوه موجود تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ان عيلتي الحلوة على اليوتيوب هتكبر بحبكم ودعمكم ليا دايما. يلا بقى بينا نبدأ ونحضر مع بعض الشنطة، علشان عايزة اوريكم المايوهات اللي انا جايباها، وكمان جايبة دريسات حلوة قوي للبحر كده للقعدة بالليل، وجايبة لبس الزين برضو من المحل اللي انا كنت نزلته لكم قبل كده. هفرجكم على كل حاجة. بصوا كل حاجة في الشنطة هتتفرجوا عليها. فيلا بينا بقى نبدأ الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حاطه كل حاجه على الكرسي وعلى الركنه، بحيث ان شاء الله على قد ما اقدر احاول ان انا منساش حاجه. تمام، يلا بينا بقى نفتح الشنطة. بالمناسبة الشنطة دي أنا جايباها من العتبة عند راديو طلعت. في واحد هناك اسمه القبيسي، هو مشهور جدا على فكرة، وهتلاقوكوا شفتوه على التيك توك، هو بيظهر على التيك توك كتير قوي. الأسعار عنده حلوة، يعني أرخص من أسعار تانية كتير بره. وكمان الماتيريال عالية قوي، سيليكون، وما شاء الله يعني حلوة بجد. وعلى فكرة ده مش إعلان ولا أي حاجة خالص، هو مجرد بس جبت حاجة وعجبتني، فقلت ان انا انقل لكم التجربه بتاعتي بكل امانه وصدق. لكن انا ده مش اعلان ولا اي حاجه خالص. بصوا بقى، فتحتها من جوه اهو. تمام، حاسه ان انا المفروض اعدلها شويه، اشيل المخدات دي. هحط بقى الحاجه بتاعتي انا الاول. هي الحاجه منعكشه شويه، بس هنرتبها دلوقتي مع بعض. بحاول كده اجيب المايوهات وهفرجكم عليها. ده لسه في قطعه المفروض مش موجوده، ده كده لسه برضو في قطعه مش موجوده اهو. حاجات منعكشه وملخبطه، مع ان المفروض كنت رسام، بس زين طبعا ربنا يبارك لي فيه، هو بيقلب الدنيا. بصوا بقى، اول حاجه انا جبت المايو ده، هو مايو سلوبيت. بس ثواني اوريكم شكله. هو طالع ترند برضو، اكيد شفتوه مثلا حد بيعمله اعلان، او شفتوه في المحلات لو انتوا نزلتوا اشتريتوا حاجه. انا بفضل دايما المايوهات اللي بتبقى سلوبيتات بالنسبه لواحده قصيره زيي يعني. ف اوريكم شكله. ده شكله اهو. تمام، وهوريكم جاي معاه برضو كاش، وجاي معاه الجيبه بتاعته. وعايزه اقول لكم ان انا لفيت لف على ما لقيت مايو ليه جيبه. حرفيا كل المايوهات نازله بسكيرت بس، من غير لا سوري، نازله باللي هي الشيفونه من غير السكيرت. كده بقى المايو بتاعي اهو. دي بقى عشان اول ما نطلع من الميه نروح جايين لافينها علينا على طول. المايو بتاعي انا جايبه، هتشوفوا على فكره كوليكشن مايوهات رهيب. ودي السكيرت او الجيبه بتاعته. طيب كده انا حطيت اول مايو. تاني مايو وبرده ترند شويه، بس كان في ناس عملت له اعلان من السنه اللي فاتت، فممكن يكون شكله مألوف بالنسبه لكم. ده شكله. بما انكم طبعا فانزاتي حبايبي اللي بيحطوا لي لايكات كده وبيكتبوا لي حاجات حلوه تفرحني، فانا حبيت ان انا اشارك معاكم التفاصيل بتاعتي دي كلها. ده برضو بقى الكاش بتاعه، بصوا بيتلف كده، رهيب. هتشوفوه على الطبيعة لما اوصل ان شاء الله. في حاجات طبعا هتبقى محتاجة ان هي تتكوي، فهنكويها مع بعض. وبالمرة البنات اللي كانت بتسألني على نوع المكوى وترابيزة المكوى اوريها لكم. البنطلون بتاعه ده مش سلوبيت، ده اللي هو 4 قطع عادي. فانا حبيت اجيب الاتنين يعني، واشوف هرتاح في انهي اكتر.
ودي الجيبة بتاعته. حاسة ان انا عايزة اقعد بس تمام. يلا بينا كده، حطيت المايوهين بتوعي. طيب بعد كده هحط ايه بقى؟ الحاجات الحلوة بتاعت زين بقى لازم افرجكم. انا مدلعة زين بجد، بس في حاجات مش كاملة هنا. في تيشرتات، ثانية واحدة. اه لا، موجودين موجودين. بصوا بقى، يعني انا مثلا جايبه له الطقم ده. هو تيشرت ابيض اهو، وكمان الطاقية بتاعته والشورت بتاعه. بصوا الحلاوة والطعامة والجمال والدلال. ده شكله، او نخليه كده مثلا اهو. هحط المايوهات دلوقتي علشان التيشيرتات بتاعت زين هتبقى محتاجة ان انا اكويها. وده التاني مع الكاب بتاعه برضو اهو. والتيشيرت بتاعه برضو زي ده بالظبط، لونه ابيض. هو موجود هنا كمان لونه ابيض، بس بتكون النخلة اللي موجودة على التيشيرت واخدة لون من الوان المايو، بحيث يبقى باين ان هو طقم مش كل قطعة منفصلة لوحدها. تمام، ناخد الطاقيتين وهصور لكم زين بالمايوهات وهوريكم شكله في يوم هيبقى عامل ازاي. متأكدة ان هو هيبقى حلو جدا. انا كنت جايبة الحاجات دي مقاس 4 سنين. هو زين اساسا عنده سنة وتسع شهور، بس ماما بتحب نجيب الحاجات يعني كبيرة شوية، نجيب حاجة تعيش معانا العمر كله. المهم وديتهم عند خياطة، ظبطتهم لي بقى على المقاس بتاعه، علشان بعد كده لو حبيت ان انا افكهم السنة الجاية ان شاء الله فيتفكوا معايا عادي. حاجة كمان وقعت. بصوا دي كنت جايبها له السنة اللي فاتت، جميلة قوي. دي كده. وكنت جايبه له برضو الكابين دول جايباهم لي السنة دي. شكلهم عامل ازاي؟ حلو قوي. علشان انا جايبه له طقم منت جرين وطقم اللون البني الغامق او المحروق ده، فحبيت ان انا يعني اعمل له طقم كده كامل من كل حاجة. تمام كده زي الفل. بصوا بقى برضو الحاجات الصغننة الجميلة دي بتخطف قلبي. بصوا الكروكسات دي حلوة قوي، بيبقى عليها اشكال ديزني اللي هي الكرتون، توم وجيري ومارد وشوشني وكورة البعبع وحاجات كتير قوي. جبت له ده لون البيبي بلو طبعا، عشان طالما ولد يبقى اللون البيبي بلو. وكمان جبت له اللون ده، لون الكيوي برضو ترندي. كان في كان في عليه كريزاية من هنا وكريزاية الناحية التانية، بس طبعا زين شالهم. وجبت له واحد تالت. ثانية ثانية، ده لسه في مفاجآت هتشوفوها. ده لسه بقى بالكيس بتاعه. جبت له اللون الجراي الغامق ده وعليه سبايدر مان. شكله اهو جميل قوي برضو. طيب بعد كده نشوف مع بعض ايه. لسه حاجات زين ما خلصتش. بصوا ده المايو برضو جايبهوله، مايو سالوبيت. ينفع بقى ان شاء الله يلبسوا السنة دي ويلبسوا السنة الجاية. هيمشي معاه برضو لان انا جايباه مقاس كبير. ده كان احلى حاجة موجودة هناك، يعني احسن لون. كل الالوان الولادي كانت غامقة، بحس ان هما بيدلعوا البنات اكتر. يعني حتى البنات بتكون كتير اكتر من بتاعت الولاد، وكمان الالوان بتاعتها بتبقى مبهجة كده وحلوة. فنطبقه ونحطه. بعد كده بقى نحط ايه؟ ده طقم بحر كمان كنت جايبهوله لسه بالتيكت بتاعه. كل الاطقم اللي هوريها لكم الجايه دي بقى من المحل اللي هو كوتون هاوس، اللي انا قلت لكم عنوانه وصورت لكم فيه قبل كده. بيبقى تيشيرت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وكمان الشورت. ده كان سعره عامل 165 جنيه، وبجد قماشته حلوه قوي وطريه على الجسم جدا. تمام. نطبقه ونحطه. هو مش محتاج يتكوي، بس في اطقم تانية هوريها لكم هتبقى محتاجه ان هي تتكوي. انا السفري كمان كام ساعه، يعني انا بصور لكم يعني الفيديو ده وانا برتب الشنطه، وهسافر ان شاء الله في نفس اليوم. تمام كده. طيب نيجي بعد كده بقى لايه؟ ما ننساش طبعا الليفه الصغنونه الجميله دي عشان ياخد الشاور بتاعه. هنحطها له برده في الشنطه. اغلب اللبس بتاع زين بحب اجيبه له بيبي بلو.
حاجات تانية بقى. بصوا الطاقية بتاعتي شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي رأيكم. كنت جايباها من العتبة السنة اللي فاتت، كانت تقريبا ب75 جنيه، 85. في الرينج ده يعني مش ازيد من كده. بس حسيت ان هي شكلها حلو، شكلها عجبني قوي. هحطها في الشنطة بس مش دلوقتي. انا المكوة بتاعتي جايباها تورنيدو. طيب يلا بقى افرجكم على باقي اللبس بتاع زين ونشوف اللي محتاج يتكوي نكوهوله. ربنا يستر عشان انا ما بحبش الكوي بصراحة. بصوا ده طقم كده قط، معاه الشورت ده. ثانية او اهو قدامي بدور عليه. معاه الشورت ده. لا ده مش بتاع ده، ده بتاع حاجة تانية. لا ده معاه اللي هو الشورت الأحمر ده. ده أهو. بصوا الجمال. ده الشورت، ودي القطاية بقى. حبيت أروق عليه زي ما هو بيروق عليا بصراحة. فنقول بسم الله ونبدأ أول قطعة كوي. لا الدنيا ايزي اهي وحلوة، بس المكوة عايزة تتسلك كده. هي مكعبلة في بعضها، مش عارفة ايه اللي عاملها كده، بس تمام. بصوا القماشة ما شاء الله يعني بتتكوي معايا في ثواني. انا بكوي على الجزء اللي هو مش عليه الطبعة بدل ما تتلسع منكم وتتحرق. انا بكوي على الجزء اللي هو على الظهر يعني. تمام. يعني وبجيب الجزء التاني اللي هو عليه الطبعة بقى، بس بشوف ببعد عن الطبعة خالص، عشان لو جبتوه على الطبعة خلاص يعني هيبوظ منكم. يلا بينا بقى نطبقه كده تطبيقة حلوة ونحطه له اهو، عشان احط الطقم على بعضه. نكمل بقى باقي الكوي. هي المكوة حصل فيها حاجة. تمام. كده. عايزة بقى تقولوا لي رأيكم في الحاجات اللي انا جبتها دي. ايه رأيكم فيها؟ حلوة ولا يعني ذوق ايه الدنيا؟ ذوق حلو، ذوق عالي. يا دوب بمشي عليها بس مرة واحدة وخلاص كده. انا طبعا هو ما لبسهمش ولا مرة، بس انا كنت غسلاهم علشان قلت لو طلعوا كبار عليهم يعني احاول ان انا اظبطهم من قبل ما نسافر. اكوي الطقم وبعدين اروح جاية كده حطاه في الشنطة وناخد الطقم اللي بعده. كان ده اعتقد مش محتاج كوي، يعني حاسة ان هو كويس. بس القطاية محتاجة تتكوي. بصوا بقى الجمال ده يا ولاد. ايه رأيكم في ده؟ بحب انا الالوان الفرايحي دي، محبش الالوان الكاتمة. مع ان اغلب لبس الولاد بيكون الوان غامقة، مش عارفة ليه. وهم صغيرين ماشي يعني نجيب لهم الوان فاتحة عادي. خلاص مشيت عليه كده حاجة بسيطة كده اهو. نعمل ده كمان، بس مش عارفة ده هيبقى نظامه ايه مع المكوة. لا تمام. انا عايزة اقول لكم ان انا بكوي وانا خايفة، خايفة بهدل حاجة بصراحة. ونطبق بقى الطقم كده اهو، ونرجع بينا على الشنطة. يلا اللي بعده. حاسة ان انا في معرض وبعرض لكم الشغل بتاعي. ده كان تالت طقم. بصوا انا جايبه له على فكره اللوتون دي سن 3 سنين، ده مش مقاس سنتين خالص. هو بيكون موجود 2 4 6 كده، ما بيكونش بقى موجود بالسنه والتلاتة. فانا جايبه له ده. لا ده مقاس 3 سنين. انا قصدي المقاسات بتاعه النيو بورن او السنه بتبقى اسعارها بتبدا من 40 جنيه. انا لما شفت الاعلان اللي كانوا منزلينه على الفيسبوك بصراحه قلت لا اكيد في حاجه غلط. بس لما رحت وشفت بنفسي المكان كانكم في عالم ديزني حرفيا. حلو قوي، وفي حاجات كتير حلوه قوي لحد سن 15 او 16 سنه.
هاتيها. في حاجات تانية هوريها لكم بس ثواني. ده كده الطقم التالت. بعدين انا جايبه له اطقم. عارفين انتوا لما يكون عندكم اول طفل ليكوا بقى وفرحانين بيه واي حاجه بتعجبكم حتى لو عنده بتشتروه، او انا حاليا مع زين كده. ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ بص الطقم ده برضو خطير. هو لونه غامق شويه بس الديزاين بتاعه والرسومات اللي عليه حبيتها، يعني حسيت ان هو هيفرح بيها ومناسبه لسنه اكتر. بصوا شكلها خطير. مش محتاجة تتكوي لأن أساسا كلها رسومات، فمجرد لو جبنا عليها المكوى خلاص بقى كده، خلاص الطقم باظ. فاحنا عايزين كده ايه؟ ما يبقاش فيه أي خساير فادح. ده كده رابع طقم. أنا زين واخداله غيارات كتير علشان يعني طفل وبيبهدل هدومه بسرعة، فلازم يكون معانا اطقم حتى لو بزيادة. يعني حتى لو انت مثلا مسافرة يومين بس تاخدي معاكي برضو اطقم بزيادة عشان انت مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل. ده كان الطقم بقى الجميل ده، عجبني قوي برضو، بتاع سيمبا. ده التيشيرت بتاعه والشورت. انا اول مرة اصور معاكم كده اللي هو زي لايف يعني. كنت دايما بسجل لكم الفيديو وبعدين بسجل انا بقى مع نفسي، بس لا قلت تعيشوا معايا الاجواء. ده محتاج يتكوي. برضو هاخدكم معايا. السفر بتاعي بيبقى بالليل، يعني على الساعة 1 بالليل كده. من 1 بالليل لحد الساعة كام تخيلوا؟ لحد الساعة 10 أو 11 الصبح. يعني حوالي من 12 ل 13 ساعة. لأن المكان ده بعيد شوية، مش شوية، هو بعيد شويتين بصراحة. فبنقعد الوقت بيكون فيه كتير جدا. اهو كده خلاص قربت اخلص. وده برضو مش هجيب المكوى جنبه علشان الكلام اللي مكتوب عليه ده. بصوا التطبيق الجميل بتاعي، احلى واحده تطبق هدوم. طيب بعد كده بقى في حاجات تانية زين في الطقم ده. هو الطقم ده خروج، والاطقم على فكره التانية دي تنفع برضو خروج عادي. لو رايح مثلا النادي، لو هتجيبوا حاجه من تحت البيت او مشوار قريب من البيت كده. جايبه له برضو حاجات تانية جينز، سلوبيتات جينز، تيشرتات وشورت. يعني كذا حاجه، مش اللي هو مركزه على حاجه واحده بس. طيب بصوا معايا هنا بقى. ده كان طقم برضو على بعضه، بس ده لما كنت مسافرة اسكندرية جبته له من هناك. طقم هو على بعضه جميل برضو، حلو قوي. وليه جيب كمان من ورا. كان منه اللون ده واللون البني الغامق، بس يعني حسيت ان اللون البيج ده احسن. بحس ان الالوان الفاتحة بتليق على زين اكتر من الالوان الغامقة. بس اغلب يعني اخواتي وماما وكده يقول لا، بنحس ان الالوان الغامقة هي اللي بتليق على زين اكتر. فقلت لا خلاص، يعني هجيب له الاتنين. هنكويه. هو معلوش غير رسمة بسيطة خالص، فنشتغل فيه كوي براحتنا عادي جدا، ولا يهمنا اي حاجة. وربنا يستر. عايزة بقى الفيديو ده لايكات كتير، شير كتير، عايزة سبسكرايب كتير، علشان لو لقيت فيه تفاعل هنزل لكم كل تفصيلة في السفرية بتاعتي، ولو ما فيش برضه هنزل لكم عادي، ما تقلقوش. في ناس معينة كده بتبقى متابعيني، اول ما بنزل فيديو بلاقيها دخلت حطيت لي اللايك وكمان كومنت جميل جدا منها. الناس دي انا عارفاكوا على فكرة، وهديكوا قطعة جاتو زيادة في فرح زين. بس كده خلاص خلصته. هو اتكوى نص كوية بس تمام، يعني احسن من ما فيش خالص. ما ننساش طبعا لو انت معاكي طفل ان انت تاخديله فوطة، فوطة خاصة بيه هو. سيبك بقى من الفوط اللي بتكون موجودة في الفنادق والكلام ده كله. مفيش احسن من الحاجة اللي انت تبقي غسلاها بايدك ومعقماها بنفسك. تمام. وده كمان بشكير كبير قوي علشان لما يطلع من المية بسين بقى او بحر اروح جايه لفاه فيه.
ده كان جاي لي هدية من حد عزيز عليا جدا ونفعني بجد. ما كانش عندي واحد زيه لزين. كنت هشتري بس لما ده جه يعني عجبني، حاجة تقضي الغرض. طبقته هو كمان، ده يتعمل في مكان كده لوحده. طيب بعد كده بقى عايزة اوريكم الشنطة دي. من ساعة ما ولدت زين وانا كان نفسي اجيبها قوي، بس مش عارفة ليه كنت بروح كل ما اروح مكان بتاع اطفال يقول لي مش موجودة. كان بيبقى موجود خامات تانية منها، بس ما كانتش بتعجبني بصراحة. فدي جايباها برضو من العتبة. عايزة اقول لكم ان العتبة كنز في حاجات معينة، يعني مش كل الحاجات. زي النوزة الجديدة برضو في حاجات معينة مش كل الحاجات. فجبتها، دي كان سعرها 400 جنيه. شكلها حلو قوي، اخترت اللون ده. كان معايا اخواتي برضو اختاروا معايا اللون وقالوا لي ان هو حلو. تقسيمتها بقى من جوه بصوا، من جوه كبيره، يعني تاخد معاكي حاجات كتير. وكمان احسن حاجه ان هي متقسمه صح، يعني مكان للحفاضات، مكان لو مثلا فيه هدوم، مكان لو للببرونه. هوريهولكوا دلوقتي. السوسته اللي قدام دي فيها بقى كذا مكان للببرونه. لو ازازه ميه صغننه، لو هو كبير شويه، الحاجات دي كلها. فما صدقت لقيتها بصراحه. وكمان ليها جيبين من هنا، ودي ممكن تقفليها وتشيليها من الايد بتاعتها عادي، اهو بكبسوله كده. وممكن تشيليها من الايدين بتوعها لو انت مثلا خارجه ولوحدك ومعاكي النونه بتاعتك بس، فمش هتعرفي تشيلي النونه على ايد وكمان تشيلي دي من ايد، فتشيليها من الدراعين دول. دي هحط بقى فيها حاجات اللي هي الاساسيه اللي ممكن نحتاجها في الطريق. طبعا البومبرز ما ينفعش ننساه ابدا. انا واخده نص باكت وحاسه ان انا عايزه ازود تاني. يعني الباكت دي 58، عشان انا مسافره 5 ايام. فحاسه ان انا لا، ممكن البومبرز ده ما يكفينيش. خصوصا ان انا كنت مسافره السنه اللي فاتت وللاسف البومبرز خلص مني، وقالوا لي لو عايزه هيبقى بالدولار. ف لا، لا بجد مش عايزه التجربه دي تتعاد معايا تاني. ايه؟ هو قليل صح؟ طيب تمام. اه اخر حاجه بقى هوريها لكم، بس نطفي المكوى عشان ما نتنساش كلنا. زين لسه ليه حاجات تاني. هو طقم واحد بس هوريه لكم، وبعد كده اوريكم البيجامه دي جايباها من العتبه، من مول افتكر بقى القدس ولا صناوي. لا بس انا قبل كده قلت صناوي ما عجبنيش. لا جايباها من مول القدس. ده الطقم بتاع زنزونه زين نور العين. اعتقد محدش بيتدلع، يعني بيتدلع دلع الطفل الاولاني ده بيكون متدلع في كل حاجه. بصوا الطقم ده اهو، ومعاه الشورت بتاعه. نكويه ناخده كاوية كده على السريع قبل ما نقفل المكوى. انا الدريسات بتاعتي هتشوفوها لما البسها هناك، لان انا بصراحة مش هعرف اكويها، فنزلتها للمكواجي. فان شاء الله لما اوصل والبسها كده كده هعمل لكم فلوجات هناك فهتشوفوها عليا. وانا متأكدة برضو ان هي هتعجبكم قوي. تمام، ده كده خلاص اهو. الطقم ده بخلص فيه. وعلشان بقى اوريكوا البيجامه، لو عروسه بتجهزي فروحي بجد مول القدس فيه حاجات كتيره قوي. وانا هسيب لكم تقولوا انتوا سعر البيجامه دي كام، بجد مش هتصدقوا سعرها. يعني هي مش معديه ال 200 جنيه اساسا. والماتيريال بتاعتها عاليه، مش اي حاجه، لان انا جسمي حساس مش اي حاجه بلبسها. كده اهو. طيب تمام، يلا بقى نفتح مع بعض البيجامه وعلشان اوريها لكم. بصوا بقى الجمال، لونها حتى كده ايه فريحي جذاب. الكريز اللي عليها مديها شكل حلو قوي. وليها جيب، والزراير بتاعتها برضو بصراحة تقفيل وفينش عالي جدا. والبنطلون بتاعها بصوا بقى الجمال.
عايزه اقول لكم ان دي في اللبس خطيره، القماشه بتاعتها حنينه على الجسم قوي، يعني لو الجو حر زي دلوقتي ما تتحريش منها خالص. بصوا الاستك يعني معاكي لحد مثلا 100 كيلو. شكلها عجبني قوي فاشتريتها. هنا بقى كنت خلاص رصيت الشنطه، وده كان شكل الشنطه. الحاجه بتاعت زين حطيتها في جنب لوحدها مع بعض الحاجات كده الصغيره ليا انا واحمد، وبعدين الجزء التاني حطيت فيه الحاجات بقى الفساتين بتاعتي والبيجامه وكاشات كده كنت جايباها برده من العتبه بس نسيت اوريها لكم، فهبقى اوريها لكم في فيديو جاي ان شاء الله. بكده بقى اقدر اقول لكم ان الفيديو بتاعنا خلاص النهارده خلص. استنوني بقى الفلوج الجاي هيبقى فلوج السفر، وبعده هاخدكم جولة معايا في الفندق وكمان الغرفة بتاعتي.